أيها الأحبة الغاليين، حياكم الله بالطهر والقداسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن طريق القداسة طريق عظيم ومتعب. كلما بحثنا بهذه القداسة من خلال الشخصيات التي كللها الله سبحانه وتعالى بالقداسة والنورانية، وجدنا أنفسنا برحمة وعفة. وجدنا أنفسنا بأن كم أن الله سبحانه وتعالى جميل، رأيناه من خلال رسله وأنبيائه وقديسيه، التمسناه من خلال رحمته وعطفه وسماحه لنا. إن الله سبحانه وتعالى اصطفى واختار من ذكر وأنثى الطهر والقداسة. في عيدها اليوم، عيد السيدة مريم العذراء عليها السلام، مدح بها كثيرا، ذكرت في الكتب السماوية بآيات تنبأ عنها الأنبياء. إن الله سبحانه وتعالى كللها بالروح القدس فاصطفت مع سيدات نساء العالمين. ذكر في الإنجيل المقدس من العهد القديم للنبي أشعياء أنه قال: ولكن يعطيكم السيد نفسه آية، ها العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. أيضا ذكر في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وأيضا ذكر في القرآن الكريم: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء. وأيضا ذكر في القرآن الكريم: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. صدق الله العظيم. أحبتي، أصدقائي الغاليين، إن الطهر والعفة نلتمسها من المؤمنين والمؤمنات، من القديسات والقديسين الطاهرين. كم نحن بحاجة في أيامنا هذه إلى طهر الفكر والجسد، إلى الحشمة والوقار في أجسادنا، في أفكارنا، في أعجوبة وطهر وقداسة السيدة مريم العذراء عليها سلام الله، وخجلها أمام المجتمع من حولها بأنها تقول لنا بأن الطهر الجسد والحفاظ عليه هو الأمر المحبب عند الخالق.
وللأسف في أيامنا هذه بيع الجسد وبيع الضمير، فلنتمسك بالصلاة، فلنتمسك بالرحمة، فلنتمسك بالشخصيات النورانية هذه ونتعلم منها العطف والرحمة والكرامة والحفاظ على أنفسنا من أي شيء بعيد عن الأخلاق الحميدة. كل الشكر، كل المحبة لكل حدا عم بيشوف هيدا الفيديو. كل الشكر والمحبة لبلدي الحبيب والغالي سوريا، لكل الدول العربية، لكل دول العالم. عيدها عيد مبارك للكل، عيدها للحنونة لأم الكل، بعم السلام والأمان يا رب لكل شعوب الأرض.